يعني ايه بابا الشيشة هتغير حياتك دي؟ الشيشه ممكن تغير حياتك. يعني ايه بقى؟ يعني اول حاجه هفهمكم الاول مكونات الشيشه. بص يا ستي، دي شيشه اهي بتهتمي فيها. اول حاجه كده بتلاقي دي الازازه دي بتحط فيها الميه، ولازم اه. الميه دي تكون مظبوطه بالظبط، ولا زياده ولا ناقصه. يعني لما تيجي تشرب حجر معسل تظبط الميه بتاعت الشيشه. تاني حاجه الزور بتاع الشيشه نفسه لازم يكون نظيف ومتسلك. بعد كده الخرطوم، في خرطوم اهوت لازم يكون سليم ومظبوط، وفي لي لازم يكون راكب مظبوط وما بينفسش من هنا، واللي التاني برضه اهو تشرب منه. وفي حاجه هنا اسمها الرفاص. الرفاص ده بقى بيطلع دخان الزياده، لازم يكون متسلك ومظبوط ومية مية. وحاجه هنا بقى ايه اسمها التخشينه. التخشينه دي ورقه كده بتتحط عشان لما الحجر يتحط ما ينفسش، لازم تكون مظبوطه وتمام ومية مية وانت بتهتم بيها. هل انت هنا؟ ل- لا لا. لسه. الحجر نفسه بقى اللي انت بتحط فيه المعسل لازم يكون حجر نظيف ومتسلك ومظبوط، وتجيب له حصوه عشان المعسل ما يقعش، هل انت وتهتم هنا؟ بيه. لا لسه. بعد الحجر بقى ده نوع المعسل لازم تجيب نوع نظيف ويكون مضمون ومظبوط، وانت بتشرب كده ومزاجك يبقى حلو. هل انت هنا؟ لا لا لسه. لسه. الفحم بقى بتجيب فحم نظيف فواكه تولعه، يكون فحم من نوع نظيف ومولوع. كل دي بقى عشان سيادتك بقى ايه تشرب حجر معسل وتروق دماغك. الاهتمام ده هو كله الميه والحجر والتسليك والخرطوم واللي وكل حاجه عشان ايه تروق دماغك. فما بالك بقى لو انت سيادتك اهتميت بحياتك زي ما انت بتهتم كده بالشيشه وحجر المعسل اللي انت بتشربه. اهتميت بشغلك، اهتميت بدراستك وتعليمك، واهتميت بكل التفاصيل دي. اهتم ببيتك، اهتم بصحتك، كل كويس، العب رياضه. كل الاهتمام اللي انت بتهتمه بالشيشه دي لو اهتميت نصه بس بحياتك، بمراتك، بولادك، بتربيتك لهم، بتعليمهم، شوف حياتك هتتغير ولا مش هتتغير. يا ريت بس تهتم نص الاهتمام اللي انت بتهتمه بحجر الشيشه ده.